السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه القضيه ديال اليوم غنفتحوا ملف قضيه اللي بقات عقده عند الميريكان ل 30 عام. طفله ملكه جمال ورساله فديه غريبه تكتبت وسط الدار والوالدين ناسين. اليوم غنحللوا مع بعضياتنا لغز مقتل ملكه جمال الاطفال. وقبل ما نبداو قولوا لي في التعليقات واش كتعرفوا ديجا هذه القضيه وشنو هي اول حاجه بانت لكم غريبه في هذه الرساله اللي باينه قدامكم في الشاشه. دابا بغيتكم تخيلوا معايا انك تفيق الصباح وتمشي للكوزينه باش توجد الفطور كالعاده وتلقى ورقه فوق الطبله. هذيك الورقه عباره عن رساله فديه فيها 3 ديال الصفحات ومكتوبه بخط اليد. كيطلبوا 118 ألف دولار مقابل حياه بنتك الصغيره. ولكن بغيتكم تبقاو عاقلين مزيان على هذا الرقم اللي هو 118 ألف دولار. ولكن ملي تيكون المجرم مخبي وسط الدار وكياخد وقته كامل باش يكتب رساله بورقه وستيلو من عند الضحيه وخداهم من الدار، هنا اللغز كيولي كابوس. انا ارشيف الجريمه واليوم غنتكلموا على القضيه اللي حيرت ميريكا 30 عام، وهي جريمه قتل ملكه جمال الاطفال جون بينيت رامسي. الضحية سميتها جون بينيت رامسي. البنية تزادت في 1990. كانت بنية زوينة بزاف وعايشة مع العائلة ديالها في مدينة بولدر في ولاية كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية. العائلة كانت مكونة من 4 ديال الناس: الأب والأم باستي رامسي وخوها بروك اللي كانت عنده في ذاك الوقت 9 سنين. الضحية خدت لقب ملكة جمال ولاية كولورادو في عام 1996، وللأسف كان هو نفس العام اللي كانت النهاية ديالها. الصحافة ركزت بزاف على الجمال ديالها وشبهوها بمارلين مونرو، وبعض الإعلانات اللي شاركت فيها دخلوا العائلة في الصحاح، مع العلم أن العائلة أصلا كانوا أغنياء، كانوا ناس ميسورين. ليلة 23 دجنبر في 1996 العائلة ديال جون بينيت كانت دايره حفلة في الدار بمناسبة أعياد الكريسماس، وكانوا معروضين فيها عدد كبير ديال الأصدقاء، رجال وعيالات ووليدات صغار. وقع واحد الموقف اللي غريب وسط الحفلة. مع 6:22 بالضبط ديال العشية البوليس جاو للدار وقالوا بلي شي حد من الدار عيط لرقم الطوارئ 911 غير دابا شويه، ولكن ما جاوبش الشرطي اللي رد عليه في التليفون. يعني شي واحد دوز لابيل الطوارئ ولكن حتى شي واحد ما هضر في التليفون. ولكن العائله قالوا للبوليس بان كل شيء عادي وما كاين حتى شي حاجه مشبوهه، وكملوا الحفله ديالهم عادي جدا. من بعد هذا الموقف بيومين وبالضبط نهار 25 دجنبر كانت العائله معروضين للعشاء وحفله عند واحد صاحبهم في مدينه قريبه. فاش كانوا راجعين البنيه ناست في الطوموبيل، فاش وصلوا باباها هزها وحطها في فراشها. في الصباح الام باستي فاقت بكري ومشات للكوزينه باش توجد الفطور كالعاده، وهي تبان ليها واحد الورقه في الكوزينه. فاش حلاتها لقاتها رساله وموجهه للعائله كتطلب منهم فديه ديال 118 ألف دولار مقابل البنت ديالهم. الام ضربتها بجريه للبيت باش تشوف بنتها واش كاينه ولا ما كايناش، ولكن للاسف ما لقاتهاش في فراشها. الام عيطت للبوليس، مع العلم ان في الرساله دايرين انكم ما خاصكمش تعيطوا للبوليس، ولكن الام عيطت للبوليس اللي جاو وبداو كيقلبوا في الدار. من بعد ساعات لقاو البنت مقتوله بضربه قويه في الراس ومربوطه وسدل ليها فمها بسكوتش، والجثه ديالها كانت مخبيه في القابو ديال الدار في لاكاف ومحطوط فوق منها واحد الملايه بحال نقولوا مغطيه بملايه. الطب الشرعي حدد ان الطفله تقتلات في الساعات الاولى ديال الصباح، يعني مورا ما رجعوا من الحفله بشويه. بداو البوليس البحث ديالهم وتيقلبوا في القضيه، وبحدهم كيقلبوا وهما كيبانوا كيطلعوا لهم احداث غريبه وفي شكل وغامضه على هذه الجريمه، ومن بينها شهاده ديال الجيران عائله رامسي. وحده من الجيران قالت ان الضوء في واحد الجهه في الدار كان مطفي في الليل، وهذا شي حاجه غريبه حيت العائله موالفين ديما كيخليو الضوء كاملين شاعلين في الليل، يعني الليل كامل الضوء شاعلين. الشهاده الاغرب جات من عند جار اخر، قال البوليس انه في الليل شاف ضوء غريبه وحركات جاتو في شكل في الكوزينه ديال عائله الضحيه. جاره ثالثه قالت انها فاقت من بعد نص الليل على غوته ديال الطفله
وقالت بالحرف أنها كانت أطول وأرعب غوتة سمعتها في حياتي كاملة، وكانت متأكدة أن الغوتة جاية من الدار ديال عائلة رامسي. الشرطة استغربت بزاف كيفاش الأم والأب ما حسوش بالحركات الغريبة ديال المجرم في الدار وما سمعوش الغوتة ديال البنت اللي فيقات الجارة مخلوعة. يعني كيفاش الجارة بعيدة سمعت الغوتة ديال بنتكم وانتم في قلب الدار ما سمعتوهاش؟ يعني شي حاجة ماشي نورمال. دابا نتوما لحد الآن مستغربين من الأحداث وحاسين أنها غير منطقية، ولكن بغيت نقول لكم باللي حنا باقين في البداية والأغرب مازال ما جاش، والشهادات الغريبة مازال كتوصل للبوليس. ماما صاحبة الضحية قالت باللي البنت قالت لصاحبتها اللي هي بنتها أن صاحب باها سميتو بول ماكرينولدز كان لابس اللبس ديال سانتا كروز ديك الليلة، وعطى هدايا للأطفال ديال الحي بمناسبة عيد الميلاد، وعطى حتى لجون هدية وواحد لاكارت مكتوب فيها باللي غادي توصلك هدية خاصة بزاف مور عيد الميلاد. عيد الميلاد عندهم كيف ما راكم عارفين تيكون نهار 25 دجنبر. يعني واش هنا ممكن نفسروا بأن الهدية هي القتل في الليلة ديال عيد الميلاد؟ السؤال دابا هو شكون هو بول ماكرينولدز؟ واش هو القاتل بصح أو لا؟ أكيد القصة راها ماشي بسيطة، ولكن باش نعرفوا بول وموقع معاه خاصنا نرجعوا الآن 1974 وغنرجعوا لنفس التاريخ اللي هو 26 دجنبر. نهار 26 دجنبر في 1974 بنت بول ماكرينولدز كانت عندها 9 سنين وتخطفات هي وصاحبتها. صاحبتها تعرضت لاعتداء قدام عينيها، ولكن البنت ما طرا ليها والو، ومن بعد الخاطف طلقهم خلاهم يمشوا بحالهم. القضيه تقيدت ضد مجهول وما تعرفش شكون هو المجرم. دابا بغيتكم تلاحظوا معايا انه نفس التاريخ كنهضروا عليه 26 دجنبر. من بعد عامين يعني في 1976 جانيت ماكرينولدز اللي هي مرات بول كتبت قصة على فتاة مراهقة تعرضت لاعتداء تعذيب والقتل في الطابق الأول في دارها، والقصة تحولت لمسرحية وتعرضت في مسارح نيويورك. لاحظتوا عاوتاني معايا تشابه بالجريمة في القصة اللي كتبت مرات بول والجريمة اللي طرات بصح لجون بينيت. ندوزو دابا المصادفات الغريبة الأخرى. في أول شهر دجنبر يعني قبل أسابيع قليلة من المقتل ديال البنية لقاو جثة ديال واحد البنت سميتها فلورين لورانس مقتولة ومرمية حدا الدار ديال رامسي، يعني حدا الدار ديال الضحية، والبوليس ما عرفوش القاتل أو سبب الجريمة. والغريب أن الأم ديال هاد البنية هادي فلورين كانت خدامة في الدار ديال رامسي قبل. دابا شفتوا شحال ديال المصادفات الغريبة في القصة. وغير باش تعرفوا باللي الغرائب راها مازال مسالات، البوليس بداو تحقيقات كبيره في الجريمه وبداو بزاف ديال الشكوك تيدوروا على العائله براسها، على الوالدين ديال الضحيه، وبداو تيوجهوا اصابع الاهتمام للوالدين بسبب شهادات الجيران. الجار اللي شاف حركات غريبه في الطبق الاول، والجاره اللي سمعت الغوته، وكانت علامه استفهام كبيره كيفاش العائله ما سمعتش الغوته وما حساتش بالمجرم في الدار. وموقف اخر خلى البوليس يزيدوا يشكوا. ملي رجعوا تسجيل المكالمات ديال باستي رامسي ل 911 لاحظوا حاجه غريبه، ان باستي فاش كملت لابيل فاش لقات الرساله وعيطت على البوليس، فاش كملت معاهم لابيل ما ردتش السماعه للتليفون، السماعه ديال التليفون ما ردتهاش لبلاصتها، راكم عارفين التليفونات القدام. والبوليس سمعوا بحال اصوات الهمس ديال رامسي كانت كتهضر مع جوج ديال الناس حداها، واحد اللي هو الاب والاخر اللي هو خو البنيه بروك. مهندس الصوت باستعمال تقنيات متطوره في ذاك الوقت استنتج باللي دوك اصوات الهمس كان صوت ديال الاب اللي قال حنا ما كنتكلموش معاكم. الصوت ديال الام قالت ساعدني يا يسوع شنو درتي. الصوت ديال الولد قال شنو لقيتي. صراحه انا سمعت المكالمه وغادي نخليها لكم هنا في الفيديو، وعيت ما نصفف الصوت باش نسمع هذا الشيء، باش نسمع زعما هذا الصوت الهمس وداك الشيء اللي قالوا واش بصح كاين ولا لا، ولكن صراحه ما سمعت حتى شي حاجه. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. Hi, please explain to me what's going on, okay? Yeah, there's a note left and our daughter's gone. A note was left and your daughter is gone? How old is she? Okay, come on. There's somebody. I am, honey. Please. Take a deep breath. Please, okay? Hurry. Patsy, 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 Patsy.
ولكن الحاجه اللي بصح خلات بزاف ديال علامات الاستفهام هي ان الطب الشرعي لقى بلي اخر حاجه كلاتها البنت هي الاناناس، وغير بجوج سوايع قبل ما تقتل. ولكن العائله نكروا، قالوا بلي البنت كانت ناعسه فاش جينا، وباه هزها من طوموبيل ناعسه وحطها في بلاصتها، يعني ما كلات والو هنا في الدار. وقالوا بلي حتى الناس اللي كانوا عارضين عليهم ما كلاوش عندهم الاناناس، وما كان حتى شي طبق فيه الاناناس. وحتى العائله المضيفه اكدت نفس الشيء. ولكن البوليس لقاو واحد الزلافه فوق الطبله فيها الاناناس مقطع، ولكن كلشي ضربها بنكره. الام قالت بلي ماشي انا اللي حطيت الزلافه تما، والبنت اصلا ما فاقتش بلي باش تاكل الاناناس. وهذا الشيء قالوه وعاودوه، في كل مره كانوا البوليس تيسولوهم كانوا تيقولوا نفس الهضره وتيعاودوا نفس الهضره. ولكن تلقاو شي بصمات في الزلافه، البصمات كانوا ديال خوها بروك. ولكن قال بلي انا ما عاقلش انني كليت الاناناس ديك الليله. وفاش سولوه قال بلي انا ما تناكلش الفواكه، شويه قال بلي تناكل الاناناس وهي الفاكهه المفضله. المهم الولد كيدخل وكيخرج في الهضره، وكانت واحد الجلسه طويله مع الولد، وكان واحد التحقيق طويل مع الولد، ولكن في الاخر ما قدروا يخرجوا حتى بشي حاجه. وبسبب هذا الشيء تم توجيه الاتهام للاسره انهم كانوا مشتركين في قتل البنيه. ومن بعد كانت تعرض واحد الوثائقي في CBS بالتعاون مع محققين خدموا في هذه القضيه، وقالوا بلي الزلافه ديال الولد بروك اللي كان تياكل الاناناس، والبنت الضحيه فقت من النعاس ولقاتو تياكل، وهزات طريف وهو ما بغاش، غضب وخدا يا اما البيل، عرفتوا داك المصباح البيل بالمصباح اليدوي، او المضرب ديال البيسبول وضربها لراسها، ولكن غالبا غيكون بيل. وهاد الضربه هي اللي سببات ليها كسر في الجمجمه. وفاش شافها طاحت كمل عليها وجاب حبل لوه ليها على عنقها. وفاش اكتشفت العائله هاد الشيء غطاو على الجريمه وداروا باللي اختطاف، وهما اللي كتبوا هذيك الورقه ديال الرساله ديال الفديه باش يحميو ولدهم، وتبان انها جريمه اختطاف. ولكن هنا السؤال، كيفاش هاد المجرم عرف انه غيلقى ستيلو ورقه في الدار وعارف فين كاينين، وخدا وقته كامل باش يكتب 3 ديال الصفحات؟ هادو كانوا فرضيات، وبداو تيخرجوا بزاف ديال الفرضيات اخرين. قالوا باللي السبب اللي خلى العائله تقتل الطفله هو باش ياخذوا الفلوس ديالها من المسابقات والاعلانات. ولكن الا فكرنا غير شويه غنلقاو بلي هذا السبب غير منطقي، لان في الحقيقه كي قلت ان عائله رامسي كانت غنيه بزاف، كانوا لاباس عليهم بزاف حتى قبل المسابقه ديال الجمال. الاب كان ديجا مليونير وعنده شركه، ولكن الشرطه كان عندها اسباب اخرى باش تشك في العائله. من بينها غنعاودوا نرجعوا لرساله الفديه اللي باستي قالت انها لقاتها في الكوزينه. كيف ما قلت ان البوليس لقاو باللي الرساله مكتوبه بورقه من الدفتر في الدار ديال رامسي، ستيلو براسو كان في الدار، وبالضبط الدفتر وستيلو من المكتب ديال البنيه. ولكن ما قدروش يعرفوا صاحب الخط، لان الرساله كانت كتبان، اولا كيف ما كانوا قالوا البوليس باللي الخط اللي كتبوه كان تيحاول انه يخسر خطو باش ما يبانش او لا تعرف صاحب الخط. وكانوا رموز غريبه في الرساله اللي ما قدرت شي واحد يفهمها. التوقيع ديال الرساله كان SBTC، والشرطه ما قدروش يعرفوا معنى ديال هاد الحروف. المحققين تفاجئوا بطول الرساله كذلك والطريقه ديال الكتابه ديالها. ودابا البوليس والاعلام وحتى حنا وانتوما تقريبا متاكدين ان العائله هي القاتله. ولكن تحليل الحمض النووي للخلايا اللي خداو من تحت الاظافر ديال البنت وعلى الجسد ديالها ما طبقات مع حتى شي واحد من العائله. ودابا غادي نمشيو 9 شهور لقدام، يعني نهار 14 سبتمبر 1997 في نفس المدينه وقريب من الدار ديال الضحيه وقع حادث اخر. في نص الليل بنيه عندها 12 عام سميتها ايمي تفاجات وهي ناعسه بشي واحد كيتحسس الجسد ديالها وحاول انه يتعدى عليها. فاش غوتات جات امها لقات الراجل هرب. ايمي والام وصفوا الشخص انه واحد الشاب زعر وفي العشرينات، وقالوا شي تفاصيل اخرى. وبالمناسبه ايمي كانت صاحبه جون بينيت في مدرسه الرقص في الحي. وكاين واحد الشاهد مشى عند البوليس قال لهم ردوا البال لواحد الدري سميتو مايكل هيلغوت. هاد مايكل كان خدام تريسيان، وقبل ما تقتل جون بينيت باسابيع قال لصاحبه واحد الهضره خطيره. قال له انا وشريكي
غادي نضربوا واحد الضربه وغادي نربحوا فيها 60,000 دولار لكل واحد. وإلا جمعنا 60,000 دولار ديال مايكل زائد 60,000 دولار ديال شريكو، هنا المجموع هو 120,000 دولار. وهذا الرقم قريب بزاف المبلغ اللي تطلب في الرساله ديال الفديه اللي هو 118,000 دولار. وهذا الشيء كيخلينا نشكو باللي هذا السيد اما هو بصح المجرم او لا كان عارف شي حاجه. دازو شي شهوره المدعي العام في بولدر دار مؤتمر صحفي وقال قائمه المشتبه فيهم كتنقص وقريب ما غادي يبقى فيها الا انت، وشير بصبعو الكاميرا. نهار من بعد لقاو هاد مايكل هيلغوت مقتول في الفراش ديالو بالرصاص. الشرطه كانت حاسه انه انتحار، ولكن التحريات قالت انه جريمه قتل. من بعد ما انتشرت القضيه بداو تيبانوا متهمين كتار، من بينهم رجل الخدامه اللي في الدار ديال عائله الضحيه، ولكن البوليس ما لقاو عليه حتى شي دليل. ومن بين المشتبه فيهم كان واحد السيد سميتو بوب قس في كنيسه، اتهموه الاعلام انه كيترأس طائفه شيطانيه كتخطف الدراري الصغار وكتقتلهم كقرابين. ومن بينهم جون بينيت، ولكن ما كان ضدو حتى شي دليل. وكاين مايك ماكرولي طالب في نفس المدينه اتهموه بالقتل وتقبض في 1998. هاد مايك كان مهووس الباربي وكان عنده موقع فيه مقالات وصور عن وقتل البنيتات الصغار والعبوديه. بعض الاشخاص اعترفوا بقتل الطفله غير من اجل الشهره وصافي، منهم مجرمين ديجا عندهم سوابق الاعتداء على الاطفال. القائمه فيها العشرات الاشخاص وكلهم عندهم علاقه بالبنيه، ولكن ما تبت ان حتى شي واحد منهم هو القاتل. الشرطه كان عندها عينه DNA ديال المجرم، ولكن ما طبقت مع حتى شي واحد. في الاخير القصه وبكل التفاصيل ديالها، المتهمين، الاحداث الغريبه، شكلت بحال واحد المتاهه للبوليس والمتابعين ديال هذه القضيه في الولايات المتحده الامريكيه، وما وصلوا للاسف حتى لشي حل، والقضيه مازال مفتوحه. والشيء الوحيد اللي اتفقوا عليه تقريبا هو الشك في العائله ديال الضحيه براسها، وكاين اللي متاكد انهم مخبيين شي حاجه، لان حتى مبلغ الفديه عقلتوا عليه اللي هو 118,000 دولار ما كانش مبلغ كتبوا مجرم وصافي، لا، 118,000 دولار هي المكافأة السنوية اللي كانت ياخذ الأب كل عام. كيفاش المجرم عرف هذا الشيء؟ وأصلا علاش طالبين هذا المبلغ؟ علاش مثلا ماشي 100,000 دولار؟ علاش؟ لأن إلا فكرنا فيها منطقيا كنظن أنه ما عمر ما طلب شي مجرم شي مبلغ بحال هكا يكونوا فيه الأرقام، مثلا أنا بغيت 116، أنا بغيت 100 وكذا، لا، ديما تيكون مثلا رقم 100 ألف 2000 3000 400 مليون. فهمتوا شنو بغيت نوصل لكم؟ وهكا بقات هاد الجريمه غامضه كيف ما قلت لكم ومازال ما تحلات الى يومنا هذا. غنبغي نعرف رايكم في هاد القضيه. في نظركم واش الاخ بصح هو اللي غيكون قتل صفاها لختو بسبب الاناناس ولا حيت كلت له الاناناس ديالو والوالدين تستروا عليه؟ واش عمركم شفتوا شي خاطف تيكتب رساله فيها 3 ديال الصفحات وهو زربان وخايف يتفضح؟ خليو لي رايكم في التعليقات. وهنا تنكون ساليت معكم القضيه ديال اليوم، كنتمنى نكون وصلتها لكم بطريقه عجبتكم. ما تنساوش تدعموا القناه. الا كنتي اول مره تسمعني ما تنساش تابونا في لاشين باش يوصلك الجديد. بالنسبه للناس اللي معايا كيف ما قلت انا بغي نسمع رايكم في التعاليق، خليو لي لايك وكومونتير. كانت معكم فاطمه الزهراء، تهلاو.